تعالوا النهارده نشوف مع بعض استخدامات تلة فلتر وإزاي هتغنيني عن الوقت والجهد اللي أنا كنت بشتغل بيه زمان وتطلع لي أفضل نتيجة وأفضل أداء في أسرع وقت موجود. تعالوا نشوف مع بعض تلة بتشتغل إزاي مع بعض. عندي جدول هنا وفي بروفيت معين عاوز أطلع بروفيت معين ولكن على حسب المناطق زي ما مديري طلب مني. فهبدأ له هنا بيساوي دالة فلتر. هبدأ أكتبها بادوس دبل كليك وبعدين هافتح هنا من الفانكشن علشان أبدأ أشوفها قدامي. بيقول لي الأري، يعني إيه الأري؟ يعني المكان اللي أنت عاوز تعمل الدالة فيه أو المكان اللي أنت عاوز تجيب الداتا بتاعته منه. هاجي أقول له الجدول ده، هاضغط على الجدول كنترول شيفت سهم للجنب وسهم تحت علشان أقدر أجيب الجدول كله. يبقى كده أنا علمت على إيه؟ على أول جزء عندي. تاني جزء عندي عايز أعلم عليه الانكلود. يعني إيه الانكلود؟ يعني حضرتك عاوز تعلم بأنهي column موجود عندك أو عايز تعلم بأنهي طريقة عرض. فأنا هاقول له أنا عاوز أعلم على عمود الإيه الregion. فهاجي هنا على عمود الregion واخده كله من أوله control shift ده لتحت عشان أعلم على العمود كله. ولكن وسط الinclude بيقول لي طالما في include لعمود كامل، طب فين الcell اللي أنت هتكتب فيها الregion اللي هي برّه الإيه العمود ده أو برّه الcolumn ده. فأنا هاقول له أنا هاعمل هنا في G الcell اللي أنا هاكتب فيها إيه، هاكتب فيها الregion اللي أنا عايزها. فأنا هاقول له بيساوي وأروح معلّم على الcell دي وهنعرف إحنا هنعمل فيها إيه الcell دي دلوقتي. طيب يعني إيه if empty؟ بيقول لي لو ما فيش الcell دي فاضية ما فيهاش أي كتابة، أنت عايز يظهر كلمة false والّا أنت عاوز empty والّا أنت مش عاوز يظهر حاجة؟ فأنا هاقول له لأ أنا مش عاوز يظهر أي حاجة، فهادوس double quotation مرتين عشان ما يظهرش فيها أي كتابة وأقول له أوكي. وبكده اتعملت معايا الدالة، ولكن فاضل العمود اللي أنا الcell اللي أنا اخترت فيها اللي هاكتب فيها الregion هاكتب فيها إيه. فأنا هاقول له الcell دي هاعمل فيها drop down list علشان ما اكتبش الregion غلط. فهاجي هنا تالت filter data validation وبعدين هاقول له list. بعدين هاجي هنا في source هاعلّم على إيه، هاعلّم على الregion كلها وهاتك أوكي. وبكده يبقى أنا عملت drop down list لإيه، للخلية اللي أنا علّمت فيها علشان أبدأ إن أنا أدوس على south يبدأ إن هو يظهر لي إيه، يظهر لي الregion بتاعي كله كامل زي ما هو بسهولة ويسر من غير ما آخُد وقت كبير. ولكن جه قال لي لأ أنا عايزك كمان تعمل لي sort. يعني إيه sort؟ يعني تعمل لي تعديل من الكبير للصغير عشان أقدر أشوف لإن الحاجة قدّامي مش مترتبة، فأنا عايزك ترتبها لي. فأنا هاقول له سهلة وهاجي هنا وعلى الfunction اللي أنا عاملها هنا هاكتب كلمة sort وهافتح القوس. وكده أنا ضِفت إيه، ضِفت دالة جديدة دالة sort. الدالة دي سِبت فيها دالة filter زي ما هي وبعدين في الآخر بيقول لي إيه، بيقول لي هو أنت عاوز تعمل sort على إيه؟ فأنا قُلت له أنا عاوز أعمل sort على الprofit عايزه من الكبير للصغير. فهنكتب رقم 3 علشان دي العمود رقم 3 وبعدين هاعمل كوما وبعدين هاعمل -1. طب ليه الدالة هنا ما ظهرتش عندي؟ لإن لازم أعمل كوما قبل إيه، قبل رقم 3 أو قبل عمود index رقم 3. وليه هنا -1 ظهرت؟ علشان -1 بيقول لي أنت عايزه من الكبير للصغير والّا من الصغير للكبير؟ -1 يعني من الكبير للصغير أي صورة تنازل. وبعدين هاقفل القوس وهاتك Enter وبكده تبقى ظهر عندي الترتيب التنازلي أي من الكبير للصغير. شكرًا.